هل الذكاء الاصطناعي يقدر يساعدنا في حل مشاكلنا؟ أنا أدهم محمود، ديجيتال ماركتير اند بزنس ديفلوبر، بتكلم عن الماركتينج والبزنس والفريلانسنج. فلو أنت مهتم بالمجالات دي تابعني عشان تستفيد من المحتوى اللي أنا هنزله الفترة الجاية. الفترة اللي فاتت بقى يجي على بالي سؤالين: هل الذكاء الاصطناعي هيستبدل البشر في الوظائف بتاعتهم؟ والسؤال الثاني: هل الذكاء الاصطناعي يقدر يساعدنا في حل مشاكلنا؟ وبعد ما عملت ريسيرش كويس اتأكدت ان الذكاء الاصطناعي هيكون عامل مساعد لأي حد مبدع في انه يزود احترافيته في الشغل ويقلل من المجهود المبذول. الشخص المبدع اللي هيواكب تطورات ال AI هيقدر ان هو يخدم الذكاء الاصطناعي في حل مشاكله المهنية والشخصية وزيادة الانتاجية بتاعته. ولكن الشخص اللي مش هيكون ابديتد بتطورات الذكاء الاصطناعي، الادوات دي للاسف كفيلة انها تستبدله في الشغل بتاعه. فمهم دلوقتي ان احنا نتعلم 3 حاجات عن الذكاء الاصطناعي: اساسيات الذكاء الاصطناعي وازاي بدأ وايه الهدف منه، وازاي نستخدم ادوات الذكاء الاصطناعي ونكتب عليها البروموت بشكل صحيح، وايه الادوات اللي احنا نقدر نتعلمها وتساعدنا في احترافية الشغل بتاعنا. وبسيرش بسيط على يوتيوب هنلاقي اكتر من شخص عامل كراش كورس عن استخدام ادوات الذكاء الاصطناعي وايه الادوات المتوفرة حاليا. وبعد ما نتعلم الادوات دي هنكون قادرين على ان احنا نساعد نفسنا في زيادة الانتاجية واحترافية الشغل بتاعنا، وكمان هنقدر نخلي الادوات دي تساعدنا في ان احنا نكون مبدعين ومحترفين في شغلنا وما يتمش الاستغناء عننا في الشغل بتاعنا. ونيجي للسؤال الثاني والمهم جدا: هل الادوات دي تقدر تساعدنا في حل مشاكلنا الشخصيه ولا لا؟ هتخيل نفسي ان انا طالب لسه مخلص الثانويه ومحتار ما بين 3 جامعات: كليه الحاسبات وكليه نظم المعلومات وكليه التجاره. نقدر نستخدم 3 ادوات عشان يساعدوني في ان انا اوصل الاجابه للسؤال بتاعي. عندك مثلا اداه جيميناي من جوجل، او اداه كوبايلوت من مايكروسوفت، او تشات جي بي تي من اوبن اي اي. وانا هستخدم تشات جي بي تي لانها الاشهر في الادوات اللي انا ذكرتها، واسالها عن ازاي اختار ما بين ال3 جامعات دول: كليه الحاسبات وكليه نظم المعلومات وكليه التجاره. طبعا من مميزات ادوات الذكاء الاصطناعي دلوقتي انها بقت تفهم كل لغات العالم، ومش بس كده، كمان بتقدر تفهم اللهجات بتاعت كل دوله. يعني انا كشخص مصري اقدر اكتب ليها باللهجه المصريه، ولكن مهم ان انا اكون محترف في طريقه صياغه السؤال بتاعي للادوات دي عشان اقدر اوصل لافضل نتيجه ممكنه. انا هكتب في تشات جي بي تي ايه الفروقات الجوهريه ما بين ال3 جامعات دول، وهكتب ليه كمان ان انا عندي 4 أو 5 مهارات، وهكتب المهارات بتاعتي، وهضيف في السؤال بتاعي بعض الاهتمامات اللي انا مهتم بيها علشان اقدر اوصل لافضل نتيجه تناسب السؤال بتاعي. وكمان هسال تشات جي بي تي ايه افضل الوظائف بالنسبه للجامعات دي سواء محليا او عالميا، وايه الكليات اللي هتكون مواكبه لتطورات سوق العمل. وبعد ما اصيغ السؤال بتاعي بشكل احترافي هنلاحظ ان تشات جي بي تي ادالنا اجابه احترافيه جدا هتكون بمثابه بوصله لينا في اختيار الجامعه المناسبه لينا. ولكن تنويه مهم: ادوات الذكاء الاصطناعي هي عامل مساعد عشان توصل لاجابه سؤالك، فما ينفعش نعتمد عليها حاليا بنسبه 100%، وخصوصا في القرارات المصيريه، ولكن نقدر نستخدمها عشان تنور لينا الطريق. لو عندك اي اسئله تقدر تسيبها لي في الكومنتات وانا هجاوبك بكل المعرفه اللي عندي. انا ادهم محمود، واستنونا في فيديو جديد.